لو انت طالب وعندك عقده ان انت تحفظ كلمات انجليزي فالفيديو ده ليك يا ابو، ركز عليه، ركز لغايه مصلحتك. انا قلت في فيديوهات قبل كده ازاي تحفظ 100 كلمه في اسبوع. هقول لك الخلاصه في اخر الفيديو، حاجه مهمه قوي 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 فرق. اول حاجه حضرتك لازم تحفظ الكلمه في جمله، ولازم تحفظها يعني باغنيه. يعني مثلا الراجل اللي طالع جديد ده اسمه مش عارف عصام كلباصه، نيجي مثلا الكلمه زي دي كده اكزاست، يعني مثلا تقول يا بطني فيري اكزاستد عشان مش رايح الدرس خالص. حاجه كمان هوريها لك، وانا دايما عمري ما قلت حاجه الا ما بنفذها، دايما الستيكي نوتس دي معايا على طول، الحاجات اللي زي دي كده. ركز بقى معايا، انا هاخدها لك من غير ما منتج الفيديو. بص وانا بصور تلاقي ايه، بص هنا اهو ستيكي نوتس، هنا ستيكي نوتس، تمام، هنا ستيكي نوتس في كل مكان، تمام اهو، حتى الشال محطوط عليه ستيكي نوتس. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان الستيكي نوتس طول ما هو قدامك انت على طول بتحفظ. واحد اقول لي يا جينو ده بقى انا دلوقتي الستيكي نوتس دي موجوده في البيت، انا عاوز بقى معايا طول النهار في ابلكيشن كده، يعني اجمل ما فيه تحط له الكلمات اللي حافظها لك وكل شويه ده يعرضها لك على الموبايل ويقول لك معناها ايه، يعني بيحفظك. الابلكيشن ده هتلاقي اول تعليق دايما لا تنسى الفولو اخي في الله، واظن